السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة من مشاكل الناس اللي بيدخلوا في التعلم اللي هم بيفضلوا يتعلموا، يعني خلص ده. اعمل ايه بقى؟ فواحد تاني يقول له ادخل بقى في الكورس ده، يدخل الكورس ده، خلص الكورس. اعمل ايه بقى؟ ادخل في الكورس ده، ويدخل بقى في سلسلة لا متناهية. انت بتذاكر عشان تشتغل، انت مش بتذاكر عشان داخل امتحان اخر السنه فهتحله فهتاخد درجات. الناس مش فاهمه القصه دي. انت دلوقتي خلصت كورس، خلصت مشاريع عملتها بايديك، ضفتها على الجيت هاب، ضفتها على لينكد ان، عندك بروفايل قوي، عندك بورتفوليو قوي، عندك جيت هاب اكونت قوي، عندك لينكد ان اكونت قوي. بص على شغلانه، شوف الريكوايرمنتس اللي هي طالباها، السكيلز اللي هي طالباها، وتاكد اللي هي عندك، وقدم قدم قدم قدم. تمام، اتقدم كده، فاهم؟ الشباب بتدخل في توتوريال هيل، وهو بيبقى في ناس كده عندها ايه، فوبيا الانترفيوز، او فوبيا اللي هم يقدموا على شغل، او اللي انا البرفكشنست، اللي هو انا مش، لا انا مش تمام، انا مش هقدر اقدم. لا يا حبيبي، انت قبل اصلا ما تدخل في الكورس ادرس الماركت، شوف اصلا اللي انت بتدرسه الناس محتاجاه ولا لا. فاهم قصدي؟ الناس محتاجاه، والدنيا لطيفه ظريفه لطيفه. تاني، قدم على الشغلانات دي بمجرد ما تبقى خلصت وعملت كام مشروع. انت بتقدم على جونيور، انت مش بتقدم على سينيور. عشان اعمل انت بنفسك كده شويه مشاريع شويه مشاريع، تبقى بافكارها. الفكره اللي انت بس تحاول تشوف ديزاين او تشوف تاسك وانت تعمله بايديك، مش تبقى انت يقول لك اضغط على هذا الزر، استنى تروح واقف الفيديو اضغط على الزر، اكتب هذا الكود، اكتب هذا. لا، القصه ما تمشيش كده. اتفرج على الحاجه، افهمها كويس جدا، وبعد كده خد البروبلم ستيتمنت وابتدي انت اعملها امبلمنتيشن، وشوف بقى انت فهمت ولا لا، ودور في الدوكيومنتيشن واعمل مشروع. فاهم قصدي؟ في اماكن كتيره زي الفرونت منتور والحاجات دي، وفي افكار مشاريع كتيره، ولكن انت لازم تعمل ده كله بالدماغ، بالمنتاليتي بتاعت انك عايز تشتغل، عايز تاكل وراك ناس تصرف عليهم معايا. ودي مشكله الشباب الكتير، اللي هو يبقى قاعد بيذاكر. يا عم انا اللهم لك الحمد اشتغلت وانا في ثانيه جامعه، عشان انا هو زي ما بيقولوا هتف العلم بالعمل، فاما وجده واما ارتحل. مفيش انت علم بدون عمل وبدون انك تدور وتنزل تشتغل، والكلام ده ملوش لازمه. لو انت بقى بتجتهد وبتجد وبتاع في الشغل، وانت متاكد الحمد لله البروفايل قوي البتاع ده، ولسه ما لقيتش شغل، فده رزق بتاع ربنا، واستغل الوقت في انك تذاكر. نوت جي اس، انا عرفت نوت جي اس، بعرف اعمل مشاريع. نوت جي اس ده ايه؟ والله سنجل ثريدد ايفنت بيزد ان بلوكينج ران تايم انفايرمنت. ايه الصلاه على النبي، ايه بقى ده؟ يعني ايه سنجل ثريدد؟ يعني ايه ايفنت بيزد؟ يعني ايه ان بلوكينج؟ والله نوت جي اس ده ايه يعني ايه ران تايم؟ نوت جي اس ده والله مبني على ال V8 انجن. ايه بتاع ايه يعني ده؟ مثلا مبني على السي بلس بلس. ازاي بقى؟ ايه ده؟ يعني الجافا سكريبت تحول لسي بلس بلس؟ طب والله، طب شوف ايه ده، دي ليها سيرتيفيكت، ممكن تروح تاخد السيرتيفيكت مثلا. يعني ايه ده؟ نوت جي اس نزل حاجه افضل منه، اسرع منه، مثلا اسمها بان. طب ما تشوف القصه ده. لو انت وانت بتدور على شغل، مش انت قاعد بتخرج من دي لدي لدي لدي. طب اعمل دي ايه اصلا؟ انا عايز اشوف الريفليكشن بتاع ده في اللي انا الاقي شغل. لانك لو ما بتلاقيش شغل، يبقى انت ايه؟ تشوف هل مش لاقي شغل فريلانسنج، مش لاقي شغل في الريموت كونتراكتنج، مش لاقي شغل مثلا في الحاجات المحليه والبتاع، مش لاقي انترنز لو انت لسه طالب، انترن مدفوع. فاهم؟ طب ايه بقى؟ ما لازم يبقى واشوف ايه الفكره. مش هفضل اتعلم طول حياتي يعني، انا مش في طب داخل 7 سنين. ركز في القصه دي. ايه اللي انت محتاجه دلوقتي؟ طبقت بورتفوليوز قويه، بروفايلز قويه، قدم على شغلانات يا حبيبي. في خلال الوقت ده ممكن تقدم على انترنز. فاهم؟ مفيش بتاع اقعد ذاكر ايه زي ما قلت لك كده، تتخصص في الحاجات دي، وتبص تكنولوجيز ثانيه، وتعمل مشاريع. المشاريع دي ممكن تبقى افكار وتطبقها انت من فهمك، مش اللي انت تقعد ايه كده يعني، تقعد زي ما قلت لك كده يعني. بس